السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا بقى نجرب مع بعض كده ان احنا نشوي البطاطا في القلاية الهوائية، وهنعملها على شكل شرائح كده زي شرائح البطاطس، وفي نفس الوقت هنعملها كلها كده كاملة ونشوف هتطلع معانا حلوة ومستوية ولا ايه. دي كانت عبارة كده عن شرائح من البطاطا، وكنت حاطة عليها معلقتين كده او معلقة من السكر، وبجد كانت القشرة الكرملة بتاعتها وطعم البطاطا من جوه بيدوب. ودي البطاطا الكاملة زي ما انتوا شايفين مستوية كويس قوي، واخدت بس معايا هو نص ساعة وكانت مستوية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. والبطاطا اللي انا مستخدماها الحجم بتاعها متوسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة. اول حاجة معايا انا بجيب ورق الزبدة اللي هو مخصص الاير فراير، او اي ورق زبدة موجود عندك هتقصيه على حجم القلاية بتاعتك. الفكرة منه انا كده كده بعمل فيه فتحات زي ما انتوا شايفين كده، هعملها قدامكم. دي كده كانت قطاعة بتديني الشكل الدائري، بتقطع معايا الورق بالشكل ده. كانت عندي من ايام ما كنت طالبة جامعية، فما اعرفش دلوقتي بصراحة هي كانت موجودة بكام، كنت اياميها جايباها ب30 جنيه. فببتدي ان انا اعمل بيها الفتحات كده. الهدف منها مش ان انا احافظ على القلاية، الهدف منها ان انا احمي الصحة من اي مادة سودة تطلع من القلاية الهوائية، لان سمعت ان هي بتكون خطر. وفي نفس الوقت الفتحات هتكون تهوية فتستوي معايا كويس. هنجيب البطاطا كده، دي كانت حجمها كبير معايا، قطعتها على شكل شرائح وتكون سميكة شوية بالشكل ده كده. هنقلها بقى في اي طبق او بولة، وهضيف عليها معلقة كبيرة من السكر، وممكن تزودي السكر حسب ما تحبي، بس هي معلقة حلوة قوي. لو بتحبي طعم القرفة ضيفي ربع معلقة من القرفة. هنحط بقى ورقة الزبدة بتاعتنا بالشكل ده كده، وبعدين ترصي شرائح البطاطا. واهم حاجه بتكوني مسخنه القلايه بتاعتك قبلها دقيقه، زي ما قلت لكم اي حاجه بنحب نعملها فيها لازم نسخنها الاول. هظبطها بقى على نص ساعه وحراره 180. النظام اللي احنا ظبطناها عليها اللي هو نظام البطاطس، يعني زي نظام قلي البطاطس. انا ظبطتها بعد نص الوقت، طلعتها كده وبدأت ان انا اجربها كده بحرف السكينة، فلقيتها ان هي مستوية، بس الجنب التاني محتاج شوية. فدخلتها تاني، اخدت معايا باقي الوقت. زي ما انتوا شايفين بعد نص ساعة كانت استوت وبقت مستوية جدا كمان، يعني هي مش مستوية حاجة بسيطة، لا دي كانت مهرية معايا وطرية. انا بحب البطاطا تكون طرية قوي، ما تكونش بتشد معايا. والقشرة بقى بتاعتها مكرملة كده من السكر، يعني الطبقة الخارجية هتلاقيها مكرملة والطبقة الداخلية بتاعتها هتلاقيها طرية. فبجد الطريقة ديت كانت حلوة قوي، واحسن بكتير من اننا نشويها في الفرن. شايفين طرية ومستوية ازاي؟ فتقدري بقى تجربيها لو عندك اولاد، هتكون حلوة قوي وهيفرحوا بيها، خاصة في فترة المدارس. هتقدري بقى انك تديهم كده قطعة او قطعتين منها، لا هتعجبهم بجد، لان انا شخصيا اعجبت بالطريقة ديت في القلاية الهوائية. هنيجي بقى للجزء التاني اللي انا هشويها كاملة. ان انا هستخدم بطاطا يكون حجمها صغير او وسط، ما تجيبوش البطاطا الحجم الكبير لو هتشويها كاملة، لان هتلاقيها الطعم بتاعها مش مسكر. فيها يقولك بتديكي لحم وكده، بس الطعم ما بيكونش مسكر زي الحجم الوسط. جبتها كده وغسلتها كويس وقطعت الاطراف، وبدأت اعمل فيها فتحات بالشكل ده عشان نطلع السكر بتاعها ويكون طعمها حلو. برضو هنستخدم ورقة الزبدة وهننزل بالبطاطا بتاعتنا، وهنظبطها على نظام البطاطس. هتاخد معايا نص ساعة على حرارة 180. لو البطاطا حجمها كبير معاكي هتاخد معاكي من 35 دقيقة ل40 دقيقة وهتكون استوت. وهنا كانت استوت معايا، كنت بشوفها كده لقيتها استوت زي ما انتوا شايفين، بس هي سخنة مكنتش عارفة امسكها. قطعت معاكم واحدة، شايفين من جوه مستوية وطرية ازاي. فبجد الطريقتين احسن من بعض. اتمنى انكم تجربوها بنفس الطريقة ديت وتستخدموا القلاية الهوائية يا جماعة. لا مش مشروع فاشل ولا حاجة، بجد هي حلوة قوي. انا عن نفسي ما بقدرش استغنى عنها في حاجات كتير. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم لما تجربوها، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.